العالم كله بيدور ازاي يعمل فلوس اونلاين. بما اني قدرت اعمل فلوس اونلاين، فانا جاي اقول لك الطرق من غير كلام كتير. في 3 طرق تعمل بيهم فلوس اونلاين. رقم واحد مهارة، رقم اتنين تجارة، رقم تلاتة محتوى. تعال ناخد كل واحدة منهم ونشرحها. رقم واحد مهارة، زي المونتاج او الماركتينج او الديزاينز الى اخره. هتتعلمها وتقدمها للشخص اللي محتاجها وتاخد منه فلوس. هتحتاج بس تتعلم ازاي تسوق لنفسك وازاي توصل للعملاء. تقدر طبعا تتعلم المهارات دي عن طريق كورسات زي اللي بنقدمها في داجوت اكاديمي او عن طريق اليوتيوب. اختار الافضل بالنسبه. اما رقم اتنين التجاره، هو انك يبقى عندك منتج بتبيعه، او حتى لو ما عندكش منتج تقدر ان انت تتعامل مع مواقع زي تاجر وانجزني، تاخد منهم المنتجات اللي عليهم وتقدر ان انت تبيعها وتكسب منها كويس. ولو عايز تعرف ده اكتر بالتفصيل ممكن تشوف الفيديو ده او ده لانهم هيساعدوك بشكل كبير. وهتحتاج طبعا ان انت تتعلم ازاي تعمل ماركتنج علشان تعرف تبيع. تقدر برضو تتعلم ازاي تعمل ماركتنج عن طريق كورسات زي اللي بنقدمها في داجوت اكاديمي او عن طريق اليوتيوب. برضو هتختار الافضل بالنسبة. رقم ثلاثة المحتوى، وده اصعب. وهو انك تصنع محتوى ويكون عندك استمرارية في تقديم محتوى قيم مفيد علشان الناس هيبتدوا يتابعوا. وبعد فترة لما يكون عندك عدد فولورز كبير تقدر ان انت تكسب فلوس من المنصات اللي انت بتصنع عليها المحتوى ده، او تقدر تكسب فلوس من الاعلانات اللي هتعملها للمشاريع لما يجي لك حد عاوز يعلن عن المنتج او الخدمة بتوعه عندك على الاكونتس بتاعتك. وتقدر كمان تكسب من لينكات الافيليت اللي انت ممكن تقدمها للمتابعين بتوعك. كل ده تقدر تكسب منه عن طريق المحتوى، ولكن زي ما قلت لك ده بيجي بعد فترة، يعني بيبقى استثمار طويل الاجل. تقدر ان انت تتعلم ازاي تصنع محتوى من كورسات زي اللي بنقدمها في داجود اكاديمي او عن طريق اليوتيوب. برضه هتختار الافضل بالنسبه لك. وبس كده. بكل بساطه انا اختصرت لك الطرق الحقيقيه اللي بتقدر تعمل منها فلوس اونلاين علشان ما تشتتش نفسك وتدور في كذا طريق. انت دلوقتي بقيت عارف ال3 طرق المناسبين دي. ولو عاوز تعرف ايه انسب طريق تختاره لنفسك تابعنا علشان هننزل فيديو قريب نعرفك فيه ازاي تختار المهاره المناسبه ليك وازاي تختار المجال اللي تبدا شغل فيه. انا زياد سليم واحنا هنا كنا في داجودا كده.